الله الطعمة منها الخرفشة. ايه الطعمة دي؟ مش عارفة اقول عليه ايه. اقول عليه فطير ولا اقول عليه رقاق ولا اقول عليه ايه؟ مم. تحفة تحفة. جربوه بطريقة ماجي، حكاية روعة. ألف هنا وشفا على قلوبكم. بصي بقى يا قلب اختك هفف عليها تاكل فطيره بالصدق كده، ولا تاكل بيتزايه حلوه كده مشكله جبن، حاجات كده بالبسطرمه، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي المدلعه. بس للاسف الميزانيه ما تسمحش. قلت وانا هحرم نفسي ليه؟ والله لا بدع اشوف ايه اللي موجود عندي في البيت. دورت لقيت عندي لفه رايق، قلت حلو قوي. فتحت الفريزر لقيت حته لحمه، اي نعم ما تجيبش نص كيلو ولا ربع كيلو حتى، وقلت ماشي زي الفل. رحت جايبه يا حبيبه قلبي، جبت بصلتين قطعتهم وجبت الطاسه نزلت بيها على البوتاجاز. تمام. وحطيت فيها حته سمنه حلوه كده، ونزلت بالبصلتين اديتهم تشويحه دبلوا. رحت جايبه اللحمه نزلت عليها اديتها تقليبه. نزلت بقى بيها بالبهارات الحلوه التمام، اللي هي ايه بقى، نشرت جوز الطيب على حبه فلفل اسمر على 7 بهارات على الملح و100 فل و10 كده زي الفل. اديت تشويحه بقى اللحمه كده لغايه ما شربت ميتها وتمام. كان عندي برضك جزرتين يا اختي بشرتهم على قرنين فلفل، واحد احمر وواحد اخضر، برضك قطعتهم ايه شرايح شرايح كده رفيعه ونزلت بيها. بصوا جمال الالوان، الله الله، مش قادره اقول لكم على طعامه الفطير طالع عامل ازاي، مسكر بسبب الجزر والفلفل اللي انا حطيته. بصي بقى، عندك صدق حطي، عندك زيتون حطي، دلعي نفسك. انا ما كانش عندي بصراحه. رحت جايبه الصينيه دهنتها، كنت مسيحه زبده دهنتها، دهنت الارضيه بتاعتها، وجبت بقى الرقاق. بصوا بقى اللي نجدني كمان، انا كنت سالقه ماسوره، والله ماسوره، وشلت الشوربه بتاعتها على جنب لغايه ما جه وقتها. هو ده بقى وقتها، طلعتها وبقيت احط الرقاق فيها اسقيه واطلعه صفيه كويس جدا. وكررت الموضوع ده ما بين كل طبقه وطبقه بحط زبده بقى. ما هو الفطير حبيبتي عايز زبده، بيشرب زبده ياما، فتظبطيه بالزبده عشان يطلع مورق وجميل كده معاكي. فضلت لغايه ما خلصت نص الكميه. جبت بقى الالوان الجميله واللحمه الجميله دي زي ما انتم شايفين، بص الالوان وجمالها، ورحت حطاها في النص ووزعتها توزيع كويس كده. وبعد كده يا قلبي جبت بقيه نص الرقاق التاني، وبرضك بقيت اشربه من الشوربه واصفيه كويس واحطه ايه على الطبقه التانيه اللي هي على اللحمه. والله الله الله، عايزه اقول لك بقى انت تكوني سريعه وانت بتعمليها عشان ما يطرش منك. وما تنسيش برضك كل طبقه وطبقه تحطي فرشه الزبده، يعني على قد ما تقدري ظبطي الزبده عشان يطلع مورق يا حبيبه قلبي، زي ما انت شفتيه كده مورق ومخرفش وجميل وزي العسل. عايزه اقول لكم طعمه طالع مسكر. ودهنت برضك زبده، ورحت جايبه بقى الصينيه يا قلبي، مسكتها قطعتها اربع ارباع صغيره طول وعرض. تقطعيه كويس عشان خاطر توصل الشوربه ليه، يتوزع فيه الشوربه كويس. قطعته كده، قطعته طول وعرض يا قلبي، كان تمام وزي الفل. بصي خليكي كده سريعه وحلوه ها عشان ما يطراش منك يا قلبي. بصي قطعت. وبعد ما خلصت بقى يا قلبي التقطيع بتاعه كله، هتكوني بقى محضره ايه، هتكوني محضره كوبايه شوربه. ايوه كوبايه شوربه بردك من الشوربه بتاعت الماسوره. الله على الماسوره وجمالها، نفعتني. مش لازم شوربه لحمه، ومش لازم تكلفي نفسك، الموجود يصرفك يعني. وسقيت الصينيه كويس وسقيت الجوانب كلها، وحطيت الزبده على الوش زي ما انت شايفه، وحطيتها في الفرن بقى على الرف الوسطاني تمام لمده تلت ساعه و5 دقايق او نص ساعه، وبقت زي الفل مقرمشه فوق وتحت وزي العسل. طالعه الخرطه بخرطتها، مش قادره اقول جميل 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 تحفه. اكلت منه اكل مش قادره اقول لكم على جماله وطعمه. ايوه يا حبيبتي، ما انت لازم تعودي نفسك الموجود، صرفي نفسك بيه، الدنيا مش هتقف نفسك في حاجه، اعملي باللي موجود. بصي الجمال،
بصي جمال لونه تحت وفوق. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.